المكان اللي قضى فيه سيدنا أيوب سنوات ابتلاءه. أما البئر ده اللي اغتسل منه وربنا شفاه. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو ل50,000 لايك. احنا النهارده موجودين على الحدود السورية التركية في مدينة شانلي أورفا، جايين نحكي لكم قصة سيدنا أيوب عليه السلام. بتعتبر قصة سيدنا أيوب من أعظم قصص الصبر في التاريخ البشري، لدرجة إن الناس بقت بتضرب بيه المثل في الصبر لما يمروا بمواقف صعبة، فبيقولوا يا صبر أيوب، وكأنهم بيطلبوا من ربنا الصبر اللي اداه لسيدنا أيوب علشان يتحمل الابتلاء. بس يا ترى إيه هو اللي كان بيتحمله؟ أنعم ربنا على سيدنا أيوب بنعم كتير جدا، واداله العلم والحكمة والنبوة، ومش بس كده، لا، أنعم عليه بالمال الكتير والأنعام والعبيد، واداله من الذرية 7 بنين و7 بنات. ويقال ان الشيطان لما وجد سيدنا ايوب عابد ذاكر لله شاكر لنعم الله عليه، قال لربنا ان هو بيعبدك علشان النعيم ده، لكن لو مش موجود مش هيعبدك بنفس الطريقه. فسلط ربنا الشيطان على سيدنا ايوب علشان يبين ان سيدنا ايوب بيعبده سواء في وجود النعم أو عدم وجودها. وهنا هيبدأ الابتلاء لسيدنا أيوب، وهيفقد الأنعام والمال والعبيد. ومع كل ابتلاء كان الشيطان بيزداد غيظ من سيدنا أيوب، لأن سيدنا أيوب بعدها كان بيسجد لله ويزداد شكر ليه، ويقول إن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.